الأتربة المثارة موجودة خاصة على المناطق الداخلية والمكشوفة. يعني توقعاتكم معي أخويا مايد أن موجة الغبار بتستمر يعني لحد في الليل اليوم نفس القوة ولا راح تقل؟ ايه لا، هو في الليل بتكون موجودة على الأقل، هي بتظل موجودة، يعني تأثيرها هي ممتد حاليا من شرق السعودية، البحرين، قطر، وصلت حاليا لحدود عمان، يعني كل هالمنطقة يعني غطت دولة الإمارات بالكامل. يعني الدولة متأثرة بهذا الغبار، وهذا واضح حتى من خلال القراءات اللي تصلنا، وواضح كذلك من صور الأقمار الاصطناعية. لكن احنا توقعاتنا يعني هو كتلة الغبار هاي تتجه باتجاه الشرق مع حركة الرياح. المتوقع انه يعني تأثيرها مع حركتها بتقل تدريجيا ابتداء من الليل وحتى يوم الجمعة، لكن بيظل غبار وأتربة بتظل موجودة. نحن بشكل عام جونا في الوضع العادي مغبر، فما بالك لما يكون عندنا الشمالية الغربية ما زالت تأثر علينا وتثير الأتربة والرمال خاصة على المناطق اللي نشوفها. طبعا نحن ما ننسى أن هذا الغبار هو عابر يعني من منطقة لمنطقة أخرى، هو قبل ما يجينا عبر المناطق البحرية، وبالتالي على المناطق البحرية حاليا الرؤية كذلك شبه معدومة، البحر مضطرب، بالتالي تحذيرات للناس مرتدي البحر عدم ارتياد البحر لا اليوم ولا حتى اليومين القادمين، لأن حتى لو الغبار والرؤية تحسنت في الأيام القادمة لكن بيظل البحر مضطرب. بالنسبة للأخوان يعني نحن نعرف أن إجازة مدارس الفترة هاي، يعني ننصح أولياء الأمور أن يبقوا أبنائهم وبالذات اليوم تحديدا، وفي ظل انه الغبار كثيف يبقوا ابنائهم في البيوت. بالفعل لان في تاثيرات بعد صحيه اتوقع. نعم، يعني الناس اللي عندهم ازمه، اللي عندهم على فكره هي اثر على الجهاز التنفسي، ممكن يبدا في كثير من الناس تحصل احتقان في الحلق، واللي عندهم الازمه كذلك يتاثر عليهم، وبالتالي حتى في هالفتره تكثر زيارات للعيادات وللمعالجة. لذلك نحن ننصح ان الناس تكون داخل بيوتها، يعني تتجنب التأثيرات الصحية بسبب العواصف الرملية. اخونا مايد الشكيلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والسلاسل، يعطيك الف عافية على مشاركتك معنا.